السلام عليكم، اخباركم ايه؟ لو اول مره تشوفني انا اخوك ماضي. انا بتكلم كوره. انا جاي اسير الجدل شويه واتكلم كوره بعقل، اتكلم كوره بمنطق، اتكلم كوره زي ما الكتاب بيقول، زي ما التاريخ علمنا، والمستقبل اللي جاي لازم نعمل اللي علينا علشان نقدر نوصل له. كلامي هتقول ايه يا عم؟ اللي بادئ يقول كلام انشا، وايه اللي بادئ يقول كلام كبير وهتكلمنا؟ لا، انا هتكلم عادي خالص، وكل الكلام اللي انا هقوله وجهة نظر. وجهة نظر دي انت ممكن تتفق معايا وممكن تختلف معايا. اتفقت هتعمل سبسكرايب وهتعمل فولو وهتعمل اعجاب وهتعمل شير وهتشوف كل الكلام الحلو ده. طب اختلفت معايا برضه هتعمل كل الكلام ده. عارف ليه؟ علشان انت حبيبي. المهم، جمهور الزمالك، انا النهارده هوجه شويه رسائل ممكن تزعل مني بعض الناس. هوجه شويه رسائل لاخواتنا برضو الاهلاويه ممكن هتزعل بعض الناس. مش عمر ما في حد يا جماعه بيتفق على كل حاجه، ولا عمر الناس بتختلف على كل حاجه. انت ليك رايك هتكتبهولي في الكومنتات عادي خالص، وانا هرد عليك. هتكلمني باحترام هحترمك. لو انت مش عايز لغة الحوار الحلوة دي هقول لك مكانك مش عندي. انا كل الناس اللي بيبقوا موجودين عندي، الناس اللي مثلا حتى لو شوية صغيرين، حتى لو العدد قليل، كلهم محترمين وكلهم على راسي من فوق. يلا بينا نخش في التقيل. الزمالك، انا عايز اقول حاجة مهمة. ليه احنا عايشين في النغمة بتاعت ان كل حاجة خلصت؟ اصحوا لا يغفلونا. ده عنوان الحلقة اللي انا اخترته، اصحوا لا يغفلونا. اصحوا لا يغفلونا علشان بيوصل لك فكرة ان انت حسمت الدوري. اصحوا لا يغفلونا علشان بيقول لك ان بطولة الكونفدرالية خلاص بقت سهلة، دي في جيبك. اصحوا لا يغفلونا علشان انا شايف الناس بدأت تعمل فيديوهات البطولة. اصحوا بجد، لان اللي عاش سيناريوهات الزمالك وعاش افلام الرعب والسسبنس بتاعت الزمالك فاهم كويس انا بقول ايه. فاهم كويس ان الزمالك ملوش كتالوج. الزمالك من فريق في اول الموسم بشوية صفقات جبناها كل الناس اتريقت عليها، وكل الناس قالت الزمالك هيفنش يا تالت يا رابع وممكن خامس الدوري. لكن انت بتطلع لهم زي عفريت العلبة من غير ما حد يعرف انت جاي منين، من غير ما حد يبقى فاهم انت بتعمل ايه. فجأة انا متصدر الدوري، فجأة انا ماشي في الكونفدرالية، انا بلعب سيمي فاينال كونفدرالية، انا كسبان في الجزائر. كل دوت على عيني وراسي، بس صدقني انا في حلم جميل. انا في حلم جميل، مش عايز اصحى على كابوس. انا مش عايز اصحى الاقي نفسي متعادل مع بيراميدز وخسران من الاهلي، ورحت متعادل مع انبي او كسبان انبي واتعادل مع سيراميكا. فين الزمالك ده؟ لا، ولا خدت دوري ولا لعبت دوري ابطال ولا الكونفدراليه. طب انت هتقول لي الكونفدراليه؟ تعالى بس كده، خليك متشائم معايا شويه كده، تعالى نتشائم شويه. هتقول لي يا عم تفائلوا، والله بتفائل، والله العظيم انا بتفائل وعايز ان كل حاجه تبقى جميله، بس لازم اهمس كده في ودن اللعيبه واهمس في ودن الاداره الفنيه للزمالك، واقول للناس اللي رايحه الاستاد ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي، خلي بالكم الماتش اللي جاي في الكونفدراليه يبان ان النتيجه يقول لك ايجابيه. على فكره النتيجه دي مرعبه، النتيجه دي مرعبه. مش هقول لك ان هو يجيب جول، لا، انت هتنزل وتجيب جول. الاستاد مليان. ده لو الامن وافق لنا. طبعا الامن بيقول لك المعلومه اللي وصلتني 31,000. مش عارف اشمعنى 31,000، ليه مثلا مش 32,000؟ ليه مش 30,500؟ يعني 31,000 هو عايز 31,000. طب ليه مش ساعه كامله؟ ده انا شفت الساعه كامله بتتعمل لفرق تانية المفروض ان هي بتمثل مصر، ولا انا بمثل موزمبيق مثلا؟ ما انا بمثل مصر في دوري الجروب، في جروب ستيج. انا بلعب ماتش مفصلي في السيمي فاينال عوده يوصلني الفاينال افريقيا. انا الممثل المصري الوحيد وبنتكلم في 31,000. الملعب مليان ونازلين وبالحماس، ويا ليالي عودي تاني حلوه قوي. نزلنا وشيكو بنزا عدى بواحده، ولا اخوان بزيرة عدى بواحده. شيكو بنزا ايه اللي يعدي بواحده؟ ده كده بقى فيلم خيال علمي. المهم اخوان بزيرة عدى بواحده ورفعها، جه الدباغ ولا ناصر الاسطوره حطها 1-0 الزمالك. الملعب ولع، اللعيبه ايه؟ الماتش سهل. يلا بينا شويه كعوب، يلا بينا شويه حركات،
شويه بقى ايه، ارخي العضلات كده عشان خاطر انا لسه عندي ماتش بيراميدز اللي جاي في الدوري، ابدا اريح، اعمل ريكفري، اعمل تغييراتي. 1-0 الدقيقه 80 شباب بلوزداد كره طايشه جون. 1-1 انا عايش في فيلم رعب لمده 10 دقايق غير الوقت الضايع، لو دخل فيا جون انا بره البطوله. صحيت على كابوس. ايه يا عم الفيلم ده؟ انت زملكاوي؟ انت زملكاوي يبقى عارف ان الفيلم ده وارد. ده احنا الماتش اللي فات بنلعب اوتوهو توهو دوت كسبان 2-0 ومضيع 18 جون، ولقيت نفسك الجول كيبر بتاعك بيطرد وسيف الدين الجزيري بقى جول كيبر وخلاص، والجمهور هو اللي خلانا نوصل سيمي فاينل. يبقى نبعد عن الكلام ده كله ونتعلم من اخطائنا، ننزل مركزين ضاغطين عايزين واحد والتاني والتالت، وطول ما الفرح شغال. طول ما الفرح شغال. والدوري انا عندي ماتش بيراميدز اللي جاي، انزل ضاغط، العب كورتك، اكسب، ما تلعبش فكره بقى ان التكتيك تلعب ضغط عالي على بيراميدز، طبعا ده غلط. لا، انزل راجل في الملعب. شفت ماتش الذهاب؟ اقفل الملعب، اقفل ملعبك، كل لعيب مركز. البطوله مش هتيجي غير ان انت تكسب بيراميدز، البطوله مش هتيجي غير ان انت تنزل تلعب على الاهلي ماتش ضغط عالي، لان الاهلي فرقه لازم تلعب عليها ضغط عالي، لازم فرقه تلعب عليها ضغط عالي وتغلطها. اضعف خط في الاهلي هو خط دفاعه، يبقى لازم تستغل ده. فاكر لما ركنت الاتوبيس في ماتش الذهاب وانت كسبان 1-0 ومضيع انفرادين؟ طلعت خسران. يعني البطوله الدوري لسه طويله، فاضل 15 نقطه. 15 نقطه يعني انت لو فارق عن الاهلي ب5 نقط، اللي هو 5 نقط انت قدهم 3 مرات الدوري. يعني ما يوصليش فكره ان الدوري خلصان وان الزمالك حسم الدوري. لا، انا لسه ما حسمتش الدوري، انا لسه ما ضمنتش بطوله افريقيا. ده مبدئيا. كونفدراليه ضاغط، مكسب، سكور، خلص، ارفع من معنوياتك، فرح جمهورك. صدقني جمهور الزمالك محتاج يفرح، صدقني يا صاحبي، انت وهو لعيبه الزمالك يلي انت راجل ومحترم اللي في الظروف دي وصلت للي انت فيه ده. تحياتي ليك وتحياتي لكابتن معتمد جمال، وتحياتي ان انت بتلعب في الظروف دي، وتحياتي ان انت بتلعب في الاوضاع دي ومرتبات متاخره ووقف قيد وكل الكلام دوت. يبقى نكملها حلو، عملنا تورته جميله، ما نحطش عليها شويه تراب. 5 ماتشات في الدوري، 3 ماتشات في الكونفدراليه، بطل بطل. يا اما كل ده للنسيان، يا اما كل ده للنسيان. عايز اتكلم في حته تانية مهمه، معلش استحملوني، برضو جمهور الاهلي، هتخص الاهلي شويه. جمهور الاهلي الناس المؤثرين والناس اللي هم بيقدموا محتوى كوره بيتكلموا على الفجر التحكيم، وان الاهلي اتظلم في ماتش سيراميكا اللي فات، وان ضربه جزاء ليها وعليها. انا شايفها مش ضربه جزاء. هتختلف معايا ممكن تخش تكتب لي ونتناقش في الكومنتات. لو انت شايفها مش ضربه جزاء، لو انت شايفها ضربه جزاء، هو الاهلي بكل الفلوس اللي عنده، بكل القيمه التسويقيه، بكل السكواد، بكل الرعب اللي هو قال لك انت فرق افريقيا مرعوبه، مستني ضربه جزاء في الدقيقه 96 علشان يكسب. هتقول لي حق يا عم، حقك ده لو هو بلانتي، لو هي ضربه جزاء. لكن ما تجيش تصدر لي فكره ان الفجر التحكيمي اللي حاصل مع الاهلي دوت، لو افترضنا ان هي ضربه جزاء، ما تجيش نقطه في بحر ولا محيط ولا نهر ولا نيل من اللي حاصل مع الزمالك سنين. ما تقوليش دوري احتواء. بلاش نبيع الوهم يا جماعه، بلاش نصدر للناس معلومات مغلوطه، بلاش ان انا اغمض عيني عن حقيقه. هو انا كزملكاوي المفروض ابقى مبسوط ان انت عايز تختزل مشكله الاهلي، ان الاهلي اتظلم تحكيميا. مره اتظلم من التحكيم، مره ساعه بيولوجيه، مره طباخ، مره ارضيه، مره خبوا جواب، مره مش عارف مين على الباب. كل الكلام ده بيتقال. طب ما تبص على المشكله الحقيقيه. لا مش هبص. طب ما هو ده بالنسبه لي مصلحه، ان انت مش عايز تحط ايدك على مشكلتك فين، ان انت مش عايز تحط عينك على المشكله عشان ما تعرفش تحلها. ده بالنسبه لي انا ابقى مبسوط، ابقى مبسوط وفرحان ان الاهلي مش عايز يحل مشاكله. يعني انا كزملكاوي عايز ان الاهلي يفضل فيه مشاكل. طول ما انت بتبص على المشكله ان هي ترمي السبب، هو انت ما ينفعش تخسر؟ ما هو ينفع تخسر، ما هي الكوره مكسب وخساره، ممكن تكون وحش. افترض دي مره، افترضها مره عشان ترتاح وتريح. جمهور الزمالك، لعيبه الزمالك، اداره الزمالك، مدرب الزمالك،
مكملين الدوري ان شاء الله في 100 عقبه، الكونفدراليه باذن الله زملكاويه، ما عندناش اي استعداد ان احنا نصحى على كابوس. خليكم مركزين زي ما انتم، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل، واللي جاي يكون زملكاوي ابيض بخطين حمر. شكرا.